السلام عليكم. اليوم اول ملاحظه بالنسبه للمقابله، انا بانت لي كانت متكافئه واحد اللحظه، غير فريق وداد البيضاوي اليوم بحال بغى يتصالح مع الجماهير. الطريقه باش تلعب المقابله اليوم كان تغيير، كنشوفوا عطية الله وشتي اول مره لعبوا في المقابله، و دوزيام ميطا كنشوفوا شونجمون كان جميل، يعني تحول الريتم، كان الضغط ديال فريق وداد البيضاوي، كنا نفوزوا بجوج 0 3 0 على الاقل. وفريق برشيد راه جاتهم محاولات لقاتلين، كون سجلهم كان غيقدر يتعادل في اللقاء، الاخص المحاوله الاخيره كان غيقتل فيها الماتش وغيتعادل. انا اهم رساله كنوصلها للجماهير هذه غير رساله نفسيه، ما يتقلقوش الامور اللي وقعت لسعيد الناصري، وشويه الصبر. حنا 10 سنوات حنا فرحانين، حتى لهاد السنه هذه وقع مشكل بسيط نضربوا كلشي بزيرو. شويه الصبر. وكلمه جميله نختم بها اللقاء، ان الله مع الصابرين. جمهور رسمي. سعيد الناصري رجل اسم غيبقى في التاريخ. حنا الامور الشخصيه كتبقى شخصيه، حنا ما كنعرفوش اي واحد انسان حاكم اي دوله في هذا الوقت واش انسان مسلم كيخاف الله ولا لا. الامور الشخصيه تبقى بوحدها، كيبقى على التاريخ الكره المغربيه ما غنساوش. وكما قلتي يقدر الامور تفك ويرجع للمسار ديالو. حنا الحاجه اللي كنتمناو شنو هو ان الفريق الوداد البيضاوي، اسم فريق الوداد البيضاوي يبقى ديما عالي ويبقى ديما في التتويج. شويه الصبر، ماشي ديما نبقاو نفوزوا كما قلتي انت، راه بايرن ميونخ وريال مدريد وفرق كبرى مروا من ازمات ورجعوا. حتى حنا خاصنا غير شويه الصبر. هذا ميساج للجماهير. وسعيد الناصري ما حنا معاه، ما غنساوش وغنساندوه. والامور الشخصيه كنقولها دائما، الا كان حنا بغينا التسامح، عندنا مونديال، بغينا نكونوا خوت، نكونوا نوصل ميساج للمغرب، ميساج للعالم كله، كيبقاو خوتنا ولاد كاس هذوك. غير انا حاجه كنقول شنو هو سعيد الناصري، الى هذا المشكل هذا تحليه راه الامور ترجع بخير، الا ما تحلش المشكل راه امور شخصيه. اما في مجال كره القدم راه خلى واحد الصوره جميله. علاش السيد من نهار رجع 10 سنوات خلي الاموال، حنا كنهضروا على طريقه تسير كان كيقطع، بحال مثال جبور، مثال شحال من لاعب افريقي جاب، بابا طوندي جاب فريق لعابه كبار بزاف وخسر فيهم، كومارا وبزاف وزيدوا. وكاين الشيخ كطاره، ولكن في الاخر مالو استفد، ولا كيجيب لعابه بثمن رخيص وحريفيه وكيعطي معاهم. بحال دابا سامبو جابوا 50 مليون، شو كيش دار هداف البطوله المغربيه العام اللي فات. سامبو عليه اشارات دابا ما عليه فتره داز، وعارفين دابا العام كيقول لك مستوى ناقص. علاش؟ كلشي عطاو في السوبر ليغ، السوبر ليغ اوروبا ماشي يديروا حيدوه. هذا العام عطاو مستوى كبير. شنو عملنا؟ طحنا معهم سان داونز، طحنا معهم في عصبه العام اللي فات فينال، والعام الثاني فينال في السوبر ليغ. شكرا لك، لحظتك. سمحوا لي على هذا الكلام هذا بالحرقه، وديما وداد، وكنتمنوا الصبر وديما وداد. وسمحوا لنا وكنبغي المغرب يكون شي صوره حسنه في المونديال ان شاء الله، والمغرب دير مونديال ودو كاس العالم وكلشي يفرح، وديما وداد مزيانه، لعبوا فيها اللعابه مزيان، ولكن البحري خاصو شويه لونطريمون. والميساج اللي كنبغي نقول يجيبوا لنا لعابه مزيانين في الانتدابات الصيفيه، الانتدابات الشتويه، ويكون الخير ان شاء الله. والله يطلق سراح النصير، الله يطلق سراح. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عزمي، جمعيه البيت الاحمر. بالنسبه للمقابله، مقابله للنسيان، حنا ما تفرجناش في الكره وما شفنا حتى حاجه ديال الكره. المهم اهم شيء في المقابله هو الانتصار، لان الوداد تمر واحد المرحله صعيبه بزاف، ماشي تمر مرحله وما تربحش، من احسن تمر هذه المرحله تمر منها ب3 بوان، هذا كيبشر بالخير. حنا كجماهير وداديه حنا متجندين وراء الفريق ديالنا الغالي، حنا في جنبه في الضراء قبل السراء. حنا الوداد فريق ملكي، باش نكونوا فاهمين، حنا باش يعرفوا الانسان، باش ما يبقاش يبعد من الشير بالحجر. هذه الفرقه هذه بحال اللي غيحقروها راه شوف الوداد موقفه على رئيس، ما واقف على حتى واحد، واقف على ولادها. شنو هما ولادها الوينرز، ولادها ما البيبليك، الجمعيات والوينرز وقدماء اللاعبين والمنخرطين كلهم هذو واقفين عليهم الوداد. حنا الوداد ما غطيحش ان شاء الله بحول الله، الوداد غتبقى ديما الفور ان شاء الله بحول الله. وبالنسبه للمقابله، حنا مقابله كما قلت لكم مقابله للنسيان. حنا هذه المقابله ما تفرجناش في الكره، رغم الفريق الخصم لعب ب 10 اللاعبين وما وصلناش للبوطو. انا كنت اكثر من التساؤل كنطرحه، لان انا كنقول حنا لعبنا كره وكنفهموا شويه في الكره، اللعبه باقي لاصقين، باقي المورال ما كاينش. بهذه العباره باقي
لان تشوف هذه المرحله اللي دازوا فيها الوداد لعبوا كاس العرب، لعبوا كاس العرب، مورا كاس العرب لعبوا سيبر كوب، مورا سيبر كوب عصبه الابطال. هادشي هذا وهو البطوله عاوتاني تعبوا بزاف والفيكتيف ما كاينش فيكتيف كثير. هادشي هو اللعابه ولا كيجروا في رجليهم. كنتمنى ان شاء الله توقف البطوله ونشوفوا الوداد في القوه ديالها ان شاء الله بحول الله. بالنسبه للجماهير الوداديه رساله معروفه، هما راه عارفين اللي كاين، راه الشيء الحضره كيفاش كيحضروا بقوه، ما غادي ما تدوزوش الفرقه ديالكم. الوداد واقفه على جمهورها، كنقول لك انا ونداء الجماهير الوداديه ما بغيناش نشوفوا شي حوايج اللي شفناهم اليوم حنايا ديال السب والشتم. ماشي واحد الفئه ديال الجمهور اللي كتسب وكتشتم. حنا الوداد حنا المرحله اللي كنعيشوا فيها دابا حنا مرحله صعيبه، حنا خصنا نكونوا قراب للفرقه ديالنا وبكثره الهضره وكثره الخوي ديال الفيسبوك وداك الشيء نبداو نهضروا. الله يرحم لكم الوالدين، مشاو بصمت. حاولوا الا بغيتي تكتب شي حاجه كتب حاجه مزيانه. علاش؟ لان حنا في مرحله دابا اصعب مرحله كتمر منها الوداد دابا حاليا هي هذه. كنقولوا حنا نضافروا الجهود. الدور ديال العائله اليوم نعرفوا حنا الدور العائله، هاد الايام هو نعرفوا العائله اش داير العائله، الاسم ديال العائله راه خصو يبان دابا، خصو يبان الاسم ديال العائله، ونجمعوا اللمه ديال الفرقه ديالنا وسخنا نصبلوا لداخل ما نخرجوش، وكفانا من السب والشتم. ندفعوا فرقتنا ان شاء الله بحول الله وغنفوزوا بالبطوله ان شاء الله بحول الله.